بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشني جدا جدا. النهارده هنعمل حواوشي اسكندراني يا جماعه، جميل جدا وسهل فوق ما تتصوروا. انا عندي لبن، شايفين لبن، عندي حطيت ذره ملح، حطيت شويه زيت، خميره بيره يا جماعه، انا بجيب باكل خميره واحطه عندي في التلاجة بقطعه الحتت. الدقيق اللي انا بستعمله ده يا جماعه دقيق غله، مش دقيق ابيض، يعني دقيق غله. في الفلاحين احنا بنقول دقيق غله مش دقيق ابيض. عملتهم يا جماعه، والله الاكله دي ما خدتش مني ساعه بجد. يعني انا دلوقتي عجنتها بلبن. لو مش عندك لبن اعمليها عادي اللهم صل على سيدنا محمد بالميه. خمرت انا على ما عصقت اللحمه يا جماعه. طبعا احنا عارفين كلنا تعصيقة اللحمه. على ما انا عصقت اللحمه كان العجين خمر زي ما انتوا شايفين يا جماعه. انا جايبه جبت حبه زيت في طبق، وبعد كده بدب العجينه كده بتبقى اكبر من البيضه شويه، اكبر من البيضه شويه كده يعني. عايزه اقول لكم قد ايه كده، انتوا شايفينها بقطعها قد ايه، واروح اقسم النص واروح قلب النص التاني عليه وحاطه الحواوشي وحاطه اللحمه المفرومه وعاملاه. بجد يا جماعه حاجه خرافه واكله سريعه، واطفالنا بيحبوها وكبار وصغيرين بيحبوها. تعملي معاها ايه؟ انا عملت معاها بقى، عملت ممكن تعملي كاتشب، عندك كاتشب، عندك بطاطس محمره، سلطه، حاجات نواشف. عملتها بجد يا جماعه ما خدش مني وقت خالص، جميله. وحطيت طبعا، لو انتوا عايزين تعرفوا طريقه تعصيقة اللحمه، انا حطيت طبعا اللحمه البصله دي بس سيكه كده تتحمر، وبروح منزل اللحمه المفرومه، وبنزلت قرن فلفل وطماطمايه، قرنين فلفل حمر، واحد اخضر واحد احمر، وطماطميتين يا جماعه نزلتهم مع ايه، مع اللحمه لما خلاص هتستوي، واقلبها. وفلفل اسمر محوج وورق لورو. ولو عندك تتبيله لحمه 7 بهارات ممكن تحطي. بجد اكله سهله جدا جدا جدا. انت لو عندك رخامه ممكن تحطيها على رخامه دبي. انا بقى عشان كنت قاعده في الارض يا جماعه، وعلى الصينيه واحط نقطه زيت وبايدي ادب بقى العجينه، وها شايفين، واحط النص فيه لحم والنص التاني بروح قلباه، ودايسه عليه بايدي كده عشان مفيش حاجه تخرج، يعني اللحمه ما تخرجش، او شوكه، او ممكن في حركه تانية ممكن تلفيها انت بايدك. جميل جدا يا جماعه، وحاجه سهله وحاجه جميله في البيت. يعني انا عن نفسي ما بحبش اكل حاجه من بره. انت يعرفك ان اللحمه ديت ممكن تبقى مستورده ولا ايه؟ اصلا انت شفتيها قدام عينيكي؟ ما شفتهاش. وانت اللي هتجربي يا جماعه، اعملوا الاكل في البيت هتلاقوا طعمه مختلف جدا عن اللي بره. انا مره اكلت كريب بجد يعني من بره، بجد يعني مش عارفه اقول لكم ايه. انا نزلت لكم طبعا البانيه عندي، تتبيله البانيه، وانا عملته في القناه عندي على اليوتيوب. عملت البانيه قبل كده وعملت تتبيلته، وانا عملت تتبيلته لسه منزله الفيديو دلوقتي. لو انتوا محتاجين اعمل لكم تتبيله البانيه تاني واوريكم ازاي ان احنا ممكن نطلع من نص فرخه وجبه تكفي 4 تنفار او 5 كمان من نص فرخه يا جماعه. انا الفيديو كان معايا يا جماعه 19 دقيقه، انا سرحته عشان ميبقاش طويل عليكم. انا كان معايا الفيديو 19 دقيقه. يعني انت اللي بصوا يا جماعه، انا عايزين نمشي ايامنا، يعني ممكن مره حواوشي مره كشري. واقول لكم تاني، عايزين تعملوا برضو الفراخ، لو انتوا عندك فرخه هتعمليها في البيت كنتاكي وبانيه. بجد يا جماعه والله والله طعمها خرافه. انت لو كلتي حاجه بيتك كده وعملتيها بايدك هتطلع الطعم مختلف جدا عن حاجه بره، وحاجه مضمونه في ايدك، يعني انت اللي عاملاها بايدك والزيت نظيف وحاجه نظيفه بجد. انا بعمل كل حاجه في بيت عندي، يعني الحاجه الوحيده اللي انا ما بعملهاش في البيت كتير هو السمك. هو السمك اللي انا بشتريه من بره مشوي، وعندي ناس كمان كويسه يعني مش اي حد. حاجات كتير يا جماعه ممكن احنا نوفر فيها في البيت والله بجد، يعني ونعمل حاجات من الاكل ما شاء الله. الست طبعا الشاطره المصريه طبعا هي عارفه هي بتعمل ايه بجد. خلاص كده انا خلاص بشطب، شايفين كده يا جماعه. طبعا كنت مشغله الفرن ساعتها، شايفين شكله. انا بجيب بقى شوكه وادوس عليه عشان كان في حاجه هوا يطلع، بدوس بالشوكه يا جماعه، شايفين شكله اهو. انت العجينه في ايدك جميله جدا، جميله جميله جميله. شكله بعد ما استوى يا جماعه، شوف شكله من تحت، وطعمه والله بجد عشان معجون بلبن حاجه مخدومه، حاجه جميله جدا بجد. حتى تاكليها تحسي ان انت كلتي حاجه حلوه طعمه.
جربوها يا جماعة واعملوها بجد حاجة خرافة في البيت. الشوكة، علامات الشوكة اهي باينة.